مساء الفل، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض اللازانيا بطريقة سهلة وطعم جميل. اللازانيا كل الولاد بتحبها. النهاردة انا هعملها معاكم، اوريكي طريقتي فيها. انا بحب اسلق اللازانيا. عندي بسلقها في صينية على النار، وبنزل عليها تكون المية مغلية وفيها شوية ملح. بنزل على حسب مقاس الصينية. انا مقاس الصينية بتاخد مثلا هنا معايا شيتين من اللازانيا او قطعتين من اللازانيا. بنزل بيهم. لو هي صينية اكبر شوية بتزودي طبعا. المهم انا بسلقها يعني مش بديها سلقة كاملة، يعني تقريبا 50%. انا بحب اسلقها علشان بتبقى اسرع في السوا وقت ما ندخلها الفرن، ما بتاخدش وقت كبير زي مثلا اللي هي بتبقى مش مسلوقة. وفي انواع على فكرة بتحتاج، بيبقى مكتوب على العلبة ان هي لازم تتسلق. في انواع ما بتحتاجش وفي انواع بتحتاج، بس انا في الحالتين بحب اسلقها او اديها النص سوا دي، بحيث ان هي تكون بيبقى طعمها اطرى جدا في الاكل، طريه جدا بتكون في الاكل، وكمان ما بتاخدش وقت طويل في السوا في الفرن. بعد كده بطلعها على طبق. انا طبعا صفيتها في مصفى الاول وطلعتها على طبق، وبكون مغلفه الطبق ده باكياس من اللي هي السندوتشات، وبغطيها لغايه لما اخلص الكميه كلها. كل طبقه كده بكون في فاصل منها من اكياس السندوتشات. هنا بقى انا بعصج اللحمه دي، حوالي نص كيلو لحمه مفرومه، معصجاها ب3 بصلات مفرومين في الكبه، ونزلت عليهم بملح وفلفل بس. انا هكمل بقيه البهارات معاكم. اول حاجه هي جوز الطيب، ومهمه جدا، بتديها طعم مميز كده لللازانيا. وكمان معلقه صغيره من الكبيبه الصيني. وهنحط بقى صلصة 3 4 معالق صلصة. انا كانت الصلصة عندي مجمدة، فعشان كده. بس هي مثلا يعني حطي معلقتين كبار او 3 يعني. كتري في الصلصة بتاعة اللازانيا، هي بتحب ان يبقى فيها صوص. وطبعا معلقة سكر، لان احنا حاطين صلصة ولسه هننزل بعصير الطماطم، فهي هتحتاج سكر عشان ما يبقاش فيها مزازة. عصير الطماطم برضو اهم حاجة ان هي الطماطم تكون متصفية كويس من البذر او التفل بتاعها. وكمان نص مكعب مرقة، ممكن مرقة خضار مرقة لحمة زي ما تحبي. واهم حاجة بقى هي الزعتر والريحان. يعني انا حطيت رشة ريحان. الزعتر بقى بنزل بمعلقة صغيرة من الزعتر، عشان هو ده اللي بيديها الطعم بتاع اللازانيا اللي بنجيبها من بره. وهقلبهم بقى كويس واسيبها تتسبك على النار، بس اهم حاجة انها يكون فيها شوية صوص، يعني ما تنشفش قوي. هنا بقى هنعمل البشاميل بتاع اللازانيا بيكون خفيف. انا حطيت معلقة من السمنة او الزيت، ونزلت عليها ب5 معالق كبار من الدقيق. هنحمرهم كويس في السمنة، وبعدين ننزل باللبن. هو في العادي ال5 معالق بياخدوا 5 كوبايات لبن، لكن انا هنا هنزود نص كوباية، الكوباية الا ربع، على حسب ما تحسي ان البشاميل بتاعك خفيف، ما يبقاش تقيل معاكي، عشان يكمل سوى اللازانيا في الفرن. هنقلبه كويس قوي. انا بقى هتبل البشاميل ده برشة من الملح والفلفل، ورشة كمان من جوز الطيب. ومهم قوي ان انا احط فيه جوز الطيب في البشاميل بتاع اللازانيا. وهسيبه بقى يستوي على النار. هقلبه كويس طبعا لغاية لما ياخد معايا سمك كده متوسط، مش تقيل ولا خفيف قوي. هنبدأ بقى نجيب ده السمك. انا كنت بوريكم السمك بتاع البشاميل ازاي. هنجيب بقى الصينية او البايركس اللي هيدخل الفرن. الاول بنحط فيها البشاميل. بنزل الاول بالبشاميل اللي في الصينية، وبعدين بننزل بمعلقة من اللحمة المفرومة اللي احنا معصجينها. ودي اللازانيا اللي كنت سلقتها، انا مش سلقاها كامل. بنزل بطبقة، وبعدين بغطيها بالبشاميل واللحمة، وكمان بغطيها برشة من الجبن. انا بقى استخدمت جبنة بارميجان وجبنة موتزاريلا. لو انتي مش متوفر عندك دول، ممكن تستبدليهم مثلا بجبنة شيدر او جبنة رومي مبشورة. المهم تحطي فيها جبن على قد ما تقدري، لان هي الجبن هي اللي بتديها كمان طعم حلو كده والمطة بتاعتها. وهكمل بقية الطبقات بتاعة اللازانيا كلها. هنا الجبن، دي جبنة البارميجان، ممكن طبعا نستبدلها بجبنة رومي او جبنة شيدر، ومش كتير يعني. هي تقريبا اخدت مني يمكن 10 15 جرام من الجبنة المبشورة. وكمان هننزل عليها بالجبنة الموتزاريلا.
برضو رشة خفيفة كده، لان احنا لسه كل طبقة انا بعمل فيها كده، يعني كل طبقة بحط فيها الجبنة مع اللحمة والبشاميل. اخر طبقة بقى خالص انا بحط البشاميل على الوش، مش بحط عليه اي حاجة من فوق غير رشة من الجبنة الموتزاريلا، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لغاية لما الصينية تستوى معاكي، وبعد كده بتفتحي عليها الشواية عشان تاخد لون. هي ما اخدتش وقت كبير في الفرن، هي حوالي نص ساعة وكانت استوت كويس قوي. وده بقى كان شكلها لما طلع. يا رب يعجبكم الفيديو النهاردة، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.